ربنا سبحانه وتعالى ميزنا عن كل المخلوقات بنعمة العقل. هالعقل يلي بيخلينا نفكر نحلل وناخد قراراتنا وحتى نتراجع عنها إذا حسينا إنه الحق مو معنا. بس السؤال اللي بيطرح نفسه، إذا كنا كلنا كبشر عنا عقول، ليش في شخص بيتميز عن غيره؟ وشو يلي بيخلي فلان يوصل لمكان ما حدا وصل له قبله بالرغم من إنه الأداة واحدة عند الكل؟ الكتاب اللي حنحكي عنه اليوم موجه لكل حدا فيكم بلا استثناء، هو بيساعدك لحتى ترسم طريقك وتتميز بتفكيرك الواعي والصح. إذا كنت مدير شركة وحابب تتميز وتسبق الكل بالسوق، هذا الكلام لإلك. وإذا كنت موظف وعم تطمح لحتى تسود حالك وتترقى بشغلك، أيضا هذا الكلام لإلك. وحتى إذا كنت شاب بمقتبل العمر وحاسس حالك نسخة مكررة وعم تدور على التغيير والتميز، كمان هذا الكلام لإلك. الخلاصة، الكلام هذا موجه لكل إنسان حابب يشوف حاله بصورة أحسن وبده يترك بصمة ما بتمحيها الأيام وين ما راح. خلونا نتفق إنه كل شي بيبدأ بفكرة. إذا فكرت كشخص غير عادي رح توصل لمطرح ما حدا قدر يوصله قبلك. بهالحلقة رح نجاوب على أسئلة جوهرية. أولا، كيف فيك تفكر فعليا كشخص غير عادي؟ ثانيا، هل بتقدر تتحكم بحالك وبمشاعرك لحتى توصل للقمة؟ وكيف ممكن يصير هذا الشي؟ وثالثا، إمتى بيكون الاستمرار والتمسك بالرأي هو الصح، وإمتى بيكون الانسحاب هو الخيار الأفضل؟ الأجوبة لكل هالأسئلة وأكتر موجودة بين صفحات هذا الكتاب اللي هو مفتاح اللي رح يفتح لك باب التميز. وهلأ الباب صار قدامك، ما عليك غير تكمل الحلقة للأخير. كتاب فكر كشخص غير عادي، وخلونا نبلش. يا عزيزي المستمع، إنك تفكر بشكل مختلف يعني إنك تمشي بطريق غير اللي مشيوه كل الناس لحتى توصل لنتيجة مميزة فعلا. والتفكير كمختلف يعني إنك تكون واعي تماما لكل شي عم بيصير حواليك، وتعرف طبيعة الشخصيات اللي عم تتعامل معها، سواء كانت علاقتك فيهم قوية أو حتى سطحية. تخيل معي حالك إنك بسباق سيارات رياضية ومعك 100 متسابق غيرك، كلياتهم عم يفكروا نفس الطريقة التقليدية وبدهم يمشوا بالطريق السهل والممهد. هون التحدي إنك تكون إنسان مختلف وتختار طريق تاني حتى لو كان صعب ووعر، لأنه هذا الاختلاف هو اللي رح يخليك تسبق الكل وتفوز. لما تمشي بطريقك الخاص رح تكون أنت الوحيد اللي عم تتحكم بالسيارة وبالطريق سوا. وهون يا عزيزي المستمع الذكاء بيلعب دور كبير. كل ما قدرت تبعد عن التفكير التقليدي اللي كل الناس ماشية عليه، رح تلاقي حالك بمكان أحسن بكتير من المكان يلي هنن فيه. صحيح إنه المشي مع الجماعة بيكون أضمن وأريح، بس تأكد إنه لا في ابتكار ولا إبداع، وما رح يغير أفكارك ولا حتى يطورها للأفضل. وفي نقطة تانية كتير مهمة، نحن كبشر بنهتم بالمشاكل الكبيرة وبنهمل القصص الصغيرة، وهذا غلط جدا كبير. حل المشاكل الصغيرة هو أساس البيت، فإذا كان هالأساس مو مزبوط أو أهملنا، البيت كله رح يقع فوق راسنا ويصير ركام. تفكيرك هاد بالطريقة اللي بتمشي فيها باستباق هو نفسه اللي ممكن يخليك توصل لأعلى المناصب. إيه نعم، يعني كل شي ممكن لأنك مانك شخص عادي. بس انتبه، التفكير بشكل مختلف مو يعني تدعي المعرفة وتعمل حالك بتعرف أكتر مما بتعرف بالحقيقة، لأنك هيك رح تصير شخص مغرور بيدعي الفهم المطلق. وجود الاختلاف في الأفكار والنقاش رح يخلينا نشوف القضايا من زوايا تانية. في قصص بدها تفكير منطقي وأرقام وإحصائيات، بس بالمقابل في قصص تانية بدها حس وذكاء فطري لحتى نعرف نحكم عليها صح. ولما بنفكر بعمق واختلاف ممكن نوصل لحلول ونتائج ما وصلها أكبر الخبراء يلي قضوا سنين عم يدرسوا الأرقام. نحن مختلفين بحدسنا وحكمنا على الأمور، وهذا الاختلاف هو اللي بيخلينا متميزين، بشرط إنه ما نوقع بفخ الادعاء، لأنه هيك الاختلاف بيتحول لتخلف وعناد على أفكار غلط. يعني يا عزيزي المستمع، بالمختصر المفيد، نحن بحاجة لمعرفة عميقة بالبداية لحتى نقدر نفكر صح، وبعدين بنفكر بطريقة مختلفة عن البقية، وهيك بنوصل لنتائج صحيحة. وإذا لا سمح الله ما لقينا هالنتائج، ما رح نلوم حالنا، لأنه بالبداية كان تفكيرنا مختلف ومنطقي وبإذن الله صحيح. وهذا الشي بيعطينا راحة بال ورضا عن النفس. وبصراحة يا عزيزي المستمع، التردد بالتفكير هو أول طريق الفشل، وبالمقابل التجربة هي أساس النجاح. لهيك حط رجلك على أول الطريق وخلي أفكارك هي اللي تقودك للتميز. الخوف يا جماعة هو أول مرحلة من مراحل الفشل، لأنه إذا ما خطينا أول خطوة كيف بدنا نعرف شو مخبى بآخر هالطريق وإمتى رح نوصل وقديش بدها تاخد منا وقت؟ لهيك خلي التجربة تكون درعك اللي بدافع عنك، وهي اللي بتعطيك القوة لحتى تكسر المعتقدات القديمة يلي تعودنا عليها بدون ما نسأل حالنا ليش. اوعك تقول ما بعرف وتوقف في مكانك، بدالها قول رح أعرف وأتعلم. هيك بتشق طريقك بالمعرفة
مختلفة وبتبتعد عن التواكل. وإذا قدرت تحدد المشكلة اللي عم تفكر فيها بدقة فأنت هيك حطيت رجلك على سكة النجاح. السر وين؟ السر إنك تفكك المشاكل الكبيرة لمشاكل صغيرة وتتعامل مع كل وحدة على حدة. هيك بصير الحل سهل كتير ومثل القالب الجاهز يلي بيتركب معك بكل بساطة قطعة ورا قطعة. خود مثلا قصة التلوث البيئي، الكل بيسأل نفس الأسئلة اللي صارت مكررة وما بتفيدنا بشي. هون التفكير المختلف يبلش من السؤال الصح. بدك ما نسأل عن السبب والمنع اللي الكل بيعرفه طبعا. ليش ما نسأل كيف فينا نخلي التكنولوجيا والأجهزة المتطورة هي اللي تمنع التلوث؟ كيف فينا نخلي الآلات والكمبيوترات بصفنا بدل ما تكون هي الموت الصامت اللي عم بيهدد حياتنا؟ من هون ببلش التفكير الحقيقي. وبالآخر التفكير بشكل مختلف هو اللي بيعمل منك شخص غير عادي. بس أهم عنصر بهالعملية هو التفاؤل، لأنه التفاؤل هو اللي بيعطيك الدفعة اللي تقدر تحل المشاكل وتفكر بفعالية. إذا حكمت على حالك بالضعف من الأول فأفكارك رح تضل بمكانها وما رح توصل لا لنجاح ولا لغيره. أما يا عزيزي المستمع، إذا قلت لحالك أنا بقدر حل هالمشكلة ووقتها ما رح تتردد ولا تتراجع، وعقلك لحاله رح يبلش يطالع أفكار تساعدك لتصير شخص متميز ومبدع بجدارة. المشاكل يا جماعة ما بيمشي حالها بالحلول السطحية، لازم نقلعها من جذورها لحتى نخلص منها نهائيا. والأهم من هيك لازم نبلش نشوف المشكلة بعيون طفل صغير بده يكتشف كل شي حواليه. العادة عند أغلب الناس لما بيقعوا بمشكلة بيركضوا ورا السبب الواضح والسهل، وهذا التفكير ما بيوصل لنتيجة حقيقية. لحتى تكون شخص غير عادي ومفكر مختلف لازم تلاقي وسيلة جديدة تخلي عقلك يبتكر حلول فعالة. وهذا الشي بصير لما بتفكر بأسباب المشكلة بعمق، مو بس من برا لبرا. هيك ما بتعود نسخة عن غيرك، بل بتصير بتوصل لحلول جذرية اللي بتعمل الفرق. وعطانا الكاتب مثال مثل مشكلة البطالة. بالتفكير العادي رح نقول السبب هو قلة المصاري وزيادة عدد العالم وفقط. بس إذا فكرنا بعمق أكبر بخصوصيات بلدنا وعرفنا كيف نستغل نقاط القوة اللي عنا، هون بنقدر نقتلع البطالة من شروشها. يعني مثلا إذا هالبلد في أماكن سياحية وآثار، فدعم السياحة رح يجيب مصاري ويفتح بيوت ويقضي على البطالة. وإذا كانت الأرض خصبة فالزراعة والتصدير رح يغنوا البلد ويخلوا الحكومة تفتح مشاريع أكتر وتخلق وظائف لكل الناس. لذلك الحلول الجذرية دائما أحسن بكتير من الحلول المؤقتة اللي بس بتهدي اللعب لفترة قصيرة وما بتلغي المشكلة. الدقة بمعالجة المشاكل الصغيرة بتعطيك نتيجة مضمونة وسريعة بأقل مخاطرة. أما المشاكل الكبيرة فبدها مغامرة أكبر ودقة عالية وتفكير أعمق، وصعب تكون النتيجة فيها مضمونة 100%. وبأوقات تانية ممكن نحس حالنا استسلمنا وما عم نلاقي حل للمشكلة. هون بيكون التصرف الصح هو إنك ترجع طفل، تنبسط بأبسط الأشياء، تهتم بالتفاصيل اللي ما حدا شايفها وتفكر بفضول كبير. ليش الطفل؟ لأنه الصغار بيشوفوا الأمور من زاوية تانية تماما، زاوية نظيفة ما فيها تعقيدات ولا ضغوطات حياة اللي شوهت تفكيرنا نحن الكبار. ذكاء الطفل فطري ما في تلقين وكله استيعاب. صدقوني يعني إذا شفتوا الحياة بعيون طفل راح تلاقوا حلول بسيطة لدرجة إنها ما كانت تخطر على بالكم أبدا. السر الحقيقي للتميز هو إنك تعرف كيف تستوعب الأفكار والأشخاص والظروف اللي حواليك. فكر بذكاء بتلاقي التميز ناطرك. التفكير بشكل مختلف بيبعدك عن الأنانية وبيخليك قريب أكتر من الناس، لأنك بتصير بتفكر كيف تساعدهم وتقدم لهم العون. طبيعة البشر بتميل لحب النفس، فمجرد ما طلعت من قوقعة أنا وبلشت تفكر بغيرك، انت هيك انتقلت لمنحنى مختلف تماما ومميز. بلش بإنك تعرف شو بيحبوا وشو بيهتموا، وهذا الشي رح يساعدك كتير لما بدك تحل أي مشكلة بتواجهكم سوا. وفي ناس بيمشي معها التحفيز المادي يعني الجوائز والمصاري، وفي ناس بيهمها التحفيز المعنوي والكلمة الحلوة أكتر. المهم إنك تعرف مفتاح الشخص اللي قدامك لتوصل فكرتك أسرع. ومو بس هيك، أسلوب عرض المشكلة لازم يكون ذكي. يعني بدل ما ترهب الناس وتخوفهم من العواقب، وهذا الأسلوب له سلبيات وممكن يعطي نتيجة عكسية، استخدم أسلوب الترغيب. خد مثال توفير الطاقة، بدل ما تروح لعند العالم وتقولهم إنه أنتوا عم تهدروا طاقة ولازم توقفوا ولازم تقننوا، هيك رح يحسوا حالهم سيئين وما رح يسمعوا منك. على العكس قلهم الكل صار مهتم بتوفير الطاقة وحابب يساهم، شو رأيكم نكون معهم؟ هيك انت لعبت على فكرة الجميع، والناس بطبعها بتحب تعمل اللي بيعملوه البقية وبيهتموا بالجانب الإيجابي. كلمة حق،
التفكير المختلف رح يخليك عرضة للانتقادات. مو سهل أبدا إنك تقنع الناس بوجهة نظرك المختلفة، وكل ما كان الشخص اللي قدامك مثقف ومتعلم أكتر رح يكون النقاش معه أصعب وبده طولة بال. إذا واجهت حدا مو مهتم بالموضوع أو عم يسكر عقله يعني وراسه قدامك، حاول تلاقي الحل الأمثل وما تستسلم. ببعض الأحيان المشكلة العامة بتكون حقيقية بس ما حدا مقتنع بجديتها. هون شطارتك بإنك تقنعهم. كون واثق باللي عم بتقوله، بس اوعك تبين إنك عم تحكي عن مشكلتك لحالك ومهمش رأيهم. عاطي للناس فرصة يعبروا عن رأيهم، هيك بيثقوا فيك أكتر وبيمشوا معك بالحل. وحتى لو كان تفكيرهم سطحي اسمع لهم من قلبك. لما بتعطيهم فرصة يحكوا عن اللي بقلبهم عم تاخد فرصة لحتى تعرض أفكارك بدون ما تهين حدا أو تقلل من قيمة خصمك. تذكر دائما، ناقش قضايا واقعية، اربط كلامك بمشاعر الناس وبحياتهم المباشرة، وهيك بتوصلوا سوا للحل يلي بيرضي الكل. يا جماعة الخير، إذا بدنا نصير أشخاص مميزين فعلا لازم نحطم كل المعتقدات الغلط يلي ورثناها عن أجدادنا وعشنا عليها سنين. لازم نجرب نفكر بجنون شوي ونختار طريقنا بدون خوف. هذا هو السر لحتى نكون شخص غير عادي يعني. إنك تطلع عن المألوف هو الجواب الصح لكل هالأسئلة يلي عم تدور ببالك. التفكير كشخص مجنون بمعنى مبدع طبعا ومختلف ممكن يفيدك كتير، لأنه انتظار القرارات والخضوع للقوانين مو دائما بيكون هو الصح. نحن كبشر طبيعي نخاف نطلع من المألوف، بس إنك تضل ناطر حدا يقرر عنك أو تسلم رقبتك لأوامر بتخليك تمشي مثل ما بدهم ومو مثل ما بدك أنت، هذا الشي بيسلب منك حريتك بالتفكير وبيحرمك من إنك تختار الحل الأمثل لحياتك. تخيل معي إنك بغرفة معتمة ومسكرة من كل الجهات، الطبيعي إنك تبلش تدور بكل الزوايا لحتى تلاقي مخرج. لما ما بنستسلم وبنرفض نضل محبوسين رح نختار زاوية معينة ونركز عليها. هون فجأة منلاقيها صارت هي المخرج والمنفذ لنجاتنا. ولكن أوقات بتواجهنا مشكلة وبنكتشف إنه نص القرارات اللي أخدناها كانت غلط بغلط، بس بنهاية الأمر لازم نختار حل وما عنا خيار غير المغامرة. وحتى لو كانت النتائج غلط لا تزعل ولا تاكل هم، لأنه هذا الشيء متوقع وأنت أصلا كنت حاسب حسابه. أما إذا زبطت معك فهون بيكون حظك الحلو ونجاحك الباهر. لازم نطلع من قوقعة الخوف ومن المعتقدات اللي حبسنا حالنا فيها. لازم نكسر الحيطان اللي بنيناها حول عقولنا لحتى نقدر نتحرك ونتقدم. نحن يلي صنعنا هاي السجون بإيدنا، ونحن الوحيدين يلي بنقدر نهدمها ونطلع للفضاء الواسع. وتأكد من شغلة، ما في معجزات رح تنزل من السماء ولا في قرارات جاهزة رح تغير لك حياتك. إذا ما اعتمدت على حالك وعلى أفكارك غير المألوفة، ما في رجل خارق ولا في فانوس سحري رح يلبي طلباتك. انت هو الفانوس، انت يلي بتملك عقلك ونفسك، مو المجتمع ولا الوقت ولا المعتقدات القديمة. كل اللي عليك تعمله هلأ انك تبلش تفكر بطريقة تانية، طريقة غير عادية، لأنه لما بتكون المدخلات صحيحة ومميزة أكيد النتائج والمخرجات راح تكون مبهرة وإيجابية ومو عادية أبدا. وهيك بنكون خلصنا رحلتنا مع هذا الكتاب العظيم. بتمنى تكون هالأفكار عطتكم الدفعة لحتى تبلشوا تغيروا طريقة تفكيركم وتشوفوا الحياة بعيون جديدة. تذكروا دائما التميز بيبدأ بقرار، والقرار بإيدكم انتو. إذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا تدعمونا باللايك وتشتركوا بالقناة، وبشوفكم بحلقة جديدة وفكرة وكتاب غير شكل. يلا باي.